أمر محزن جدا والله. يعني أنا شفت فيديو يعني يقطع القلب ويدمي القلب. يعني أقل حاجة فيها إن أنت تقدر تعيط جنب الولد اللي معرفش مين بقى، شيخ الحارة ولا واحد قريبه، جايب الولد بالشبشب والبيجامة، ورايح بيهم يسلموا لأبوه بعد أمه ما اتجوزت. الست اتجوزت، ف عايزين يحط الأب تحت الأمر الواقع يعني. فبعتت له الواد، وهي كانت عاملة خناقة مع الأخ الزوج ده عشان تضايق أمه وتاخد فلوس نفقة وتعكن عليه حياته الجديدة. ليه؟ عشان هو اختار حد تاني. فلما جالها الاختيار وجالها زبون تاني عشان تقلبه، بعتت له الواد ابنه. وطبعا هو بدوره ساب الواد بره يا عيني، والولد حزين مش عارف يعمل ايه، ضايع في الشارع. وقام يعني مديله ظهره وداخل على البيت. وجات الست او الزوج ده، عارف امه او مراته، قالت له احنا ملناش دعوه بيه، هي مش كان عندها، هي ملزمه بيه، احنا مش ملزمين. فالراجل بيتنصل بقى، بيقول لها انا ماليش دعوه، دي يعني دي امانه وانا جاي اوصلها وخلاص، عايزين تاخدوه تاخدوه، ما تاخدوش ما تاخدوه. يعني ايه؟ يعني الواد هيترمي في الشارع يعني ولا ايه؟ عشان كده لما نيجي نسال على الواد ده بعد كده، يقول لك ده بيشد كل تحت الكوبري، ده راح تشكيل عصابي، ده حد خده لا مؤاخذه، عمل فيه حاجه فاحشه ولا حاجه. ما يبقاش حد يتكلم بقى، ولا بقى يا عيني يا ابني، ولا الاب يعيط ولا الام تقعد تنوح. لا يا ماما، يعني زي ما قلنا ده موسم الحصاد. ساعة ما كنت بتدوري على حقوقك، لازم لازم ابنك يروح لابوه بطريقة فيها رقي، فيها أمانة، وفيها خوف من ربنا وخوف على ابنك. مش موصلاه مع حد، خد يا عم ارمي. لا، ده انت تأجلي جواز امك وجواز ابوكي لغايه لما تشوفي حل لابنك ده. يا اما بقى لها خلاص جواز ولا زفت. انت ابتديتي المشروع بتاعك، لازم تنهيه، عشان كل واحده ما تفكرش ان الموضوع ان هقطم رقبه جوزي او طليقي بالواد وعكنن امه واخد نفقه وايجار ومش عارف وايه. مش كل الناس عندها اب وام يشيلوا بنتهم المطلقه، مش كل الناس فقراء وغلابه. لازم لازم يبقى في تفاهمات، لازم يبقى في قوانين حاكمه تقول الست عليها ايه والراجل عليه ايه. وطالما انك يعني رضيت بهذا التصرف وهذا الاجراء، ان الطلاق او الانفصال لازم أن تعرف تبعاته، يعني ايه تبعاته. انما انتم الموضوع بقى سهل، وكل واحده عماله بتستوي، اللي بيستوي بمجلس، استوى بمجلس مش عارف حقوق المراه، والتاني حقوق الرجل، والمجتمع الذكوري والمجتمع الانثوي. طول ما انتم بتفكروا بالطريقه دي، واقسم بالله العظيم ما هيتبقى بيت يعني فيه صلاح، ولا بيت قائم اصلا، يعني الا من رحم ربي، الا نادرا. فاللي متضايق من الزوج ان هو ادار ظهره لابنه، هذا تصرف يعني مهين للطفل اللي رايح لابوه. يعني هو الولد بيستنجد بابوه، فابوه اداله ظهره. بس في الغالب انا اعتقد ان الابوه هتغلب عليه، لم يكن في عقربه بقى متجوزه جديد وهياخد الولد. انما الست اللي بعت ابنها دي مع واحد ان شاء الله يكون ابوها، ده لازم ان هو اللي ابوه يروح يستلمه عن طيب خاطر، وان شاء الله حتى يحطوه في دار ايتام، ان شاء الله يحطوه في دار يعني بتاع المجرمين ده.
انما يبقوا متفقين مع بعض ان هم يبقوا حريصين على مستقبل هذا الولد، ان في شيء بيحميه، شيء بروتكشن كده بيحميه حواليه 4 حيطان. مش في الشارع بتسلموا ايه؟ بتسلموا ديليفري ولا ايه؟ ولا بتسلموا ظرف؟ بتسلموا ايه بالظبط؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب، في كل ام ما يعملش حساب ولاده.